أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. نريد كلمة توجيهية للمسلمين حول مذابح البوذيين لإخواننا المسلمين في بورما الآن، وهي امتدادا للمذابح والتطهير العرقي لهم منذ عشرات السنين، علما بأن هناك تكتم إعلامي عالمي حيال هذه القضية. هذه المسألة ليست خاصة بالبورميين. الإسلام الآن يهاجم في كثير من بلاد المسلمين. الدول الكافرة تسلطت على المسلمين الآن، لا تريد أن تقوم لهم دولة، ولا تريد أن يكون للإسلام وجود مهما استطاع. فهم تعلمون الآن ماذا يعملون مع المسلمين، يسمون هذا بالديمقراطية، يفرضون علينا مذهبهم وحكمهم الكفري، يفرضون علينا الحكم الكفري وهو ما يسمونه الديمقراطية والعلمانية. ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره. فعلينا بالدعاء، كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى لإخواننا المسلمين في كل مكان، أن ينصرهم الله وأن ينقذهم من عدوهم. علينا بالدعاء، لا نملك الآن غير الدعاء. وعلى من عنده مقدرة أكثر من هذا أن يبذل ما يقدر عليه.